تعالوا نغير شوية في طريقة تقديم الفول. هنعمله النهاردة بالطماطم والبصل والبقدونس، بجد طعمه حلو جدا. معايا طماطماية وبصلاية وكام عود بقدونس، هاخد منهم الأوراق بس، وقرن فلفل حامي تقدري تستغني عنه وتحطي فلفل رومي لو حابة، ومعايا كمية فول. وهنا أنا هضرب الفول في الكبة مع شوية مية صغيرين قوي عشان يبقى ناعم معايا وما يتعبش في الهضم. طاسة على نار هادية، وهنزل بالفول يسخن جدا معايا. في الأثناء دي هكون قطعت الخضار اللي معايا، البصل والطماطم وأوراق البقدونس والفلفل الحامي، أو تقدر تستغني عنه بفلفل رومي. الفول سخن على النار معايا، هنزل بالبهارات بتاعته، ملح وكمون وعصرة نص ليمونة وفص واحد توم. وفص التوم المهروس ده بيفرق قوي قوي في الطعم، بجد بيودي الطعم في حتة تانية. ونقلب الحاجات دي كلها، وبعدين ننزل بالخضار المتقطع بتاعنا، البصل والطماطم والبقدونس والفلفل. ومجرد ما بنزل بالخضار على الفول بطفي عليه، انا مش عايزاه يدبل ولا حاجة، انا عايزة الخضار زي ما هو كده. طفيت على الفول وبقلبه تقليبة حلوة قوي بالشكل ده. وبعدين اخر حاجة بعملها بضيف الزيت، سواء زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبي. لو طبعا زيت زيتون هيوديلك الطعم في حتة تانية خالص. وبس كده، وبيبقى معاكي اجمل والذ طبق فول بتعمليه في 3 دقايق وبس. جربيه وان شاء الله يعجبك، وبألف هنا وصحة.